تحتفل الرباط وبكين بالذكرى ال65 لبدء علاقاتهما الدبلوماسية، وذلك عبر لقاء جمع عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية وزاو ليجي رئيس اللجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية لجمهورية الصين الشعبية، تم من خلاله التطرق للعديد من القضايا المشتركة، أبرزها توسيع الشراكة الاقتصادية لتصل إلى قطاعات استراتيجية. ولم تخفي الصين نيتها الحصول على صفقة مشروع إنشاء الخط السككي السريع TGV الذي يربط الدار البيضاء بأكادير، إذ سبق أن أعلنت عن ذلك على لسان سفيرها بالمملكة لي تشانغلين في حوار سابق مع جريدة هاسبريس الإلكترونية، الأمر الذي يزيد من فرضيات أن يكون اجتماع تخليد الذكرى الأخير محاولة جديدة لبكين للتأكيد رغبتها. وتصطدم الرغبة الصينية بطموحات دول أخرى، أولها فرنسا التي تعتبر نفسها مؤسسة المشروع، بعدما كان إنشاء الخط الأول الرابط بين طنجة والدار البيضاء من نصيبها. ومع إعلان المغرب مشروعه لإنشاء الخط الثاني، اعتبرت باريس بحسب تقارير إعلامية فرنسية أن هذا المشروع الجديد من الطبيعي أن يكون لها بسبب خبرتها الطويلة في المجال. لكن مع بروز الأزمة الحالية بين باريس والرباط، تبدو مؤشرات فوز فرنسا بإنجاز هذا الخط الثاني من القطار فائق السرعة ضئيلة. ليبرز اسم شركة تشاينا ريلوي كونستراكشن كورب الصينية، خاصة وأن سمعتها زادت بعد نجاحها في إنشاء جسر محمد السادس الذي يعد الأكبر في إفريقيا. من المرجح كثيرا أن يكون الاجتماع الأخير بين الصين والمغرب بمناسبة تخليد ذكرى إقامة العلاقات بينهما قد تطرق لرغبة الصين في الحصول على صفقة TG في الرابط بين أكادير والبيضاء، لكنها ليس النقطة الرئيسية للاجتماع. يوضح ساري في حديث لهاسبريس قبل أن يشرح أن أهم المشاريع التي تجلب اهتمام الطرفين هي مبادرة الحزام والطريق، التي يسعى من خلالها المغرب للعب دور تجاري مركزي في العالم، خاصة وأن المشروع يستهدف ربط دول العالم بالقارة السمراء.